اهلا بكم، معاكم اسلام خالد وشاب خالد وكلام علي. الملكة كليوباترا السبعة. Queens. Well, first of all, this was Hollywood before. في الفترة اللي فاتت حصلت ضجة كبيرة بسبب الفيلم اللي نزل على نتفليكس وهو فيلم كليوباترا، وده بسبب الممثلة السمراء اللي طلعت في الفيلم. دي كليوباترا. تعالوا نراجع مع بعض تاريخ كليوباترا. يلا بينا يا عم على النقل. كليوباترا اتولدت سنة 69 قبل الميلاد. موطنها الأصلي في مصر. اتولدت تقريبا في مصر القديمة. اتولدت في أيوة مصر صح. القديمة، بس هي ما عاشتش في مصر القديمة، ما عشت فين؟ عاشت في قصر في اسكندرية مع اخواتها الخمسة. اصلها ايه؟ اصلها يوناني مصري. تمام. ابن خالتك تاكوري؟ لا مش كوري، بس ايه، نينجا. وهجمت مصر سنة 51 قبل الميلاد، وتوفت كليوباترا سنة 30 قبل الميلاد. يعني هي اتولدت 69 قبل الميلاد وتوفت 30 قبل الميلاد؟ ايوه. وده بسبب ان قبل الميلاد كان الزمن بيبقى معكوس. اتحفظ. طب هي حكمت مصر سنة كام؟ سنة 51 قبل الميلاد. 51 قبل الميلاد لغاية 30 قبل الميلاد، لو حسبناهم معكوسة يبقى حكمت مصر وهي عندها 18 سنة، وحكمت مصر لمدة 21 سنة. بالظبط. بس هو المشكلة يعني ومفيش مصريين سمر. والمشكلة مش فكرة ان المصريين سمر او المصريين بيض، بس انت زي ما قلت ان كليوباترا اصلها يوناني مصري، فانا ما شفتش يونان اسمر. ازاي بتقلب بالليل؟ انت شغل اجانب، انت عبيط. والفكرة هنا ان انت كنت بتتكلم قبل الميلاد، فانت بتتكلم من سنين كتير قوي، وكل الرسومات والنقوشات اللي موجودة عندنا في كل الحاجات التاريخية الفرعونية ما كنتش بحس ان الناس دول كانوا سمر. حتى في الرسومات لما كان بيبقى في حد مرسوم اسمر كان بيبقى اغلبهم اللي بيشتغلوا تحت الرؤساء، لكن ان انا اشوف كليوباترا مرسومة سمرة، فاكيد لو هي كانت سمرة كانوا كل الفراعنة سمر. طب احنا ليه ما طلعناش سمر؟ بس انا شايف ان المشكلة مش هنا يا سمسم، المشكلة بادئة من عند القبيلة بتاعة افروسنتريك، والقبيلة دي ظهرت في العشرينات والثلاثينات من اوائل القرن العشرين. هدف القبيلة او هدف المجموعة دي ايه؟ هدفهم ان هم مش عايزين حد يهمش تاريخهم، فبدأوا يزيفوا تاريخ، او بدأوا عاوزين يثبتوا لنفسهم قيمة، او عاوزين يثبتوا لنفسهم ان هو احنا عندنا تاريخ برضو، واحنا عملنا وعملنا وعملنا. بس معلش هنا انت لما تيجي تتكلم عن تاريخ ما لقيتش غير البلد اللي فيها 7000 سنة حضارة. ده احنا من 7000 سنة يا ابني، وجت على 50 سنة اللي انا عايشهم وزنقت. يعني من 7000 سنة واحنا موجودين، والحاجات دي لسه موجودة لغاية دلوقتي. جاي انت في 2023 تزيف لي التاريخ وتقول لي اصل الهرم ده بتاعي. تعرف مين اللي قال جملة ان الهرم ده بتاعي؟ انا سمعتها من اتنين، من دودة بتاع فيلم همام في امستردام، الهرم بتاعنا قال ناقص يقول لي شبرا بتاعتنا. ايوه. وسمعتها من كيفن هارت عشان يرد عليه الساخر باسم يوسف في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي بيرس مورجان البريطاني، وكان بيرد فيها على كيفن هارت، وكان بيرد فيها على صناع عمل كليوباترا الوثائقي. وكان الهدف الرئيسي من الرد إن الفيلم كان معمول فيلم وثائقي، فأنت لما تعمل فيلم وثائقي فأنت كده بتتكلم عن تاريخ. Like Kevin Hart, who subscribes to these theories, who claimed that his ancestors built the pyramids. I'm sorry, your ancestors had their own wonderful. فهنا استغربت واستوقفني جدا ان محدش فينا رد، وبقت نقابة المهن التمثيلية كل اللي بتهتم بيه خناقة باسم سمرة مع رحاب الجمل، افلام محمد رمضان ومسلسلاته، اصل احنا بقينا بنعمل بلطجة، اصل احنا بقينا بنعمل مش عارف ايه. طب ما انا عايز افهم هو الرقابة هنا دورها فين؟ انت كرقابة فين دورك لما انت تشوف ان تاريخ بلدك بتزيف وبقى حد تاني عاوز ينسبه ليه؟ فين دورك لما انت بقيت بتمشي في الشارع وممكن عادي جدا تلاقي شوية ناس أفارقة واقفين عند الهرم بيتصوروا معاه وبيكلموا عيالهم وبيقولوا لهم اصل دي حضارة اجدادنا، ومعانا اثباتات اهوت فيلم كليوباترا الوثائقي بيقول لك ان كليوباترا دي اصلها مصري. انا معرفش بصراحة احنا هنرد امتى، او معرفش الصراحة احنا ايه الاكشن اللي ممكن ناخده. بس اللي انا شايفه في الفترة الاخيرة، مثلا اخر موقف حصل معايا يعني يوم 25 ابريل اللي فات، يوم الثلاث ده، اليوم ده اتاخد اجازة. طب هو اتاخد اجازه بناء على ايه؟ الناس طبعا ممكن ترد عليا تقول لي بمناسبه يوم عيد تحرير سيناء. كتير مننا من الاجيال اللي ظاهره دلوقتي ما يعرفوش هي سيناء دي اتحررت ازاي. بجد؟ هو كان بيكلمني في ايه؟ في كتير جدا ما كانوش يعرفوا. ومع العلم انا ذات نفسي عارف ان اليوم ده عيد تحرير سيناء، بس الحاجات دي انا كنت واخدها في ابتدائي بس ما شفتلهاش افلام، فوارد جدا ان المعلومه دي تتمحي من ذاكرتي. وللي ما يعرفش، عيد تحرير سيناء كان يوم 25 ابريل سنة 1982.
اليوم دوت هي سينا اتحررت فعلا، بس كان ناقص فيها كيلو اللي هو اسمه طابة. وسينا اتحررت على 3 مراحل بعد معاهدة السلام اللي عملها الرئيس السابق أنور السادات مع اللي ما يتسموش، عشان نيجي في سنة 1982 يوم 25 إبريل يبقى عيد تحرير سينا والبلد كلها تفرح بالخبر العظيم ده. بس برضو هرجع اقول لكم ان كان فاضل لسه طابة، عشان طابة ترجع لنا تاني سنة 1989 يوم 15 مارس، وساعتها يترفع العلم المصري على طابة ويبقى احنا كده رجع لنا سينا كلها. كلامي هنا موجه للجهات الفنية في مصر. انت دلوقتي لما عدى فترة كبيرة جدا تقدر تقول لي في كام فيلم وثائقي بيتكلم عن حرب اكتوبر؟ تقدر تقول لي في كام فيلم وثائقي بيتكلم عن عيد تحرير سينا؟ تقدر تقول لي في كام فيلم وثائقي بيتكلم عن الحاجات العظيمة دي؟ اغلب افلام الجيش ومسلسلات الجيش في الفترة الاخيرة بقت كلها بتتكلم عن الارهابيين. طب انا عايز ارجع بالزمن لورا شوية وافتكر سينا دي اتحررت ازاي، وافتكر شهدائنا ماتوا ازاي، وافتكر تاريخنا اتعمل ازاي. طب ما نرجع بالزمن فترة كبيرة قوي ونروح من 7000 سنة. هو احنا ما نقدرش نعمل فيلم جرافيكس بدل ما نتكلم عن السوبر هيرو وناخد الحاجات الغربية ونحاول نقلدهم ونقول ان احنا بقينا بنحاول نقلد الغرب؟ طب واحنا ليه نقلد الغرب واحنا ذات نفسنا عندنا تاريخ كبير جدا ممكن نتكلم عنه في افلام وسلاسل مسلسلات وافلام وحاجات كتير جدا ممكن نتكلم عنها. يعني اعتقد انا لو اتعمل لي سلسلة رمسيس الثاني هتابعها وهتبقى مهمة بالنسبة لي اكتر من مارفل، من عظمة وجمال الفراعنة والحاجات اللي كنا بنشوفها كلنا ولحد دلوقتي لسه بنشوفها في اي متحف، في اي حاجة حضارية في بلدك. انت بلدك مليانة حضارة، فحرام تدفنوا التاريخ بتاع مصر وحرام نسيب الغرب ييجوا يزيفوا تاريخنا. فانا حابب اسمع رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. والكلام على ايه؟